بتبدأ قصتنا بطفلين صغيرين، ولد اسمه هياتو وبنت اسمها روكي، واللي بيكونوا أعز أصحاب من الطفولة. لكن للأسف الحاج أبو روكي بيقرر إنه ينقل مكان شغله، وبكده روكي وهياتو هيبعدوا عن بعض ومش هيعرفوا يشوفوا بعض من تاني، وبيتجمع الاتنين للمرة الأخيرة علشان يودعوا بعض. بس هياتو بيبص بكل أمل في وش روكي وبيقول لها إن مهما الدنيا فرقتهم هما لسه أعز أصحاب وهيفضلوا أصحاب للأبد. وروكي وقتها بتفرح بالكلمتين دول وبتسيبه وبتمشي. وبعد حوالي 6 سنين هياتو بينتقل من مدينته هو كمان، وبنشوفه بعد ما كبر خلاص وبقى رجولة وبيعرف نفسه قدام تلاميذ مدرسة الثانوي الجديدة. لكن الأول بنرجع بشوية فلاش باك قبل ما عمنا هياتو يروح يوم الأول في المدرسة الثانوية، وبيبقى صاحي زي أي راجل بيت شاطر، وبيحضر الفطار ويغسل المواعين وينشر الغسيل. واخته بتصحى من النوم تزعق وتصرخ وانها ليه ما صحاهاش بدري، وان كده المدرسه هتفوتها. وهياتو بيفكرها ان هم خلاص ما عادوش في الارياف والمدرسه جنب البيت، يعني ما عادوش هيسافروا مره تانية للمدرسه. واخته بترتاح نفسيا لما بتسمع كده، وبتقعد تبحث على الانترنت على تسريحات بنات كيوت 2010 علشان تروح تلفت نظر الناس في المدرسه ويصاحبوها بسرعه. وهياتو بيبقى زهقان من حوارات البنات دي وبيقول لها يا ست قول لهم ان احنا فلاحين وخلاص ما تقرفناش بقى، انت رايحه المدرسه مش رايحه مسابقه ملكات جمال العالم يعني. وبيقعد يطفح الاكل اللي عمله، وبيبقى مفيش حاجه شاغله تفكيره قد روكي وانها اكيد موجوده في نفس المدينه اللي هم فيها. وبنرجع من تاني لهياتو في المدرسة وهو بيعرف بنفسه وبيختار انه يبقى الواد اللي دمه كبدة في الدفعة، وبيقول لهم انا هياتو محسوبكم فلاح وعايش في الغيط، وكنت عايش في مدينة هناك البهايم والحمير والبقر اكتر من البني ادمين فيها. وبعد ما بيخلي نفسه أراجوز الفصل وبيضحك العيال كلها عليه، بيجي المستر يقول له مكان جلوسك جنب الطالبة اللي اسمها روكي هناك. وهياتو بيتصدم أول ما بيسمع الاسم، لكنه بيروح يقعد جنب روكي دي وبيتأكد إن مش هي صاحبته، لأن دي عيلة جميلة وبنت ناس كده وشكلها غنية. أما روكي صاحبته كانت عيلة دبشة وما كانوش بيفرقوا بينها وبين الولاد أساسا، وبتمشي في بقها موس حرفيا. وبعد ما الحصة بتخلص العيال بتتلم على هياتو وبيسألوا انت فعلا جاي من الأرياف، وهو بيحقق الكوميديا ويقول لهم ايوه انا فلاح فعلا اصيل، وهناك مفيش غير 4 ميكروباصات بيعدوا طول اليوم، والبهايم والفراخ والبط اكتر من البشر لدرجة ان هما اجا المدينة هنا ما توقعش يشوف كل البشر دول. وبتيجي بنت بتسأله إذا كان عنده حبيبة أو صاحبة في مدينته، وهنا هياتو بيموت من الضحك ويقول لهم مفيش بني آدمين هناك أصلا، ويعني إن يكون عندي حبيبة دي كانت حاجة شبه مستحيلة. إنما بالنسبة للأصحاب فهو كان عنده صديقة بنت جميلة كانت بتخليه يعوم في الترعة ويتسلق الأشجار، وكانت بتعمل كل حاجة حرفيا عاملة زي القردة بالظبط وعبيطة وهبلة. وفجأة روكي اللي كانت قاعدة جنبه من العصبية بتكسر القلم اللي معاها بعد ما بتسمع الكلام اللي قاله هياتو، وبتقول له عيب تقول كده على حد كنت تعرفه زمان. وبعد ما بتقول له الكلمتين دول بتعمل نفسها من بينها على طول. وهياتو بيبقى مستوى ذكائه صفر حرفيا، فمش بيعرف هي روكي زعلانة ليه، وبيقرر انه يكلمها في استراحة الغدا ويسألها اذا كانت زعلانة ولا حاجة. ولما بتيجي استراحة الغدا بالفعل بيكون لسه هياتو رايح يكلم روكي، لكن بتيجي بنته وبتاخدها من الفصل، بينما بيجي عيل غريب كده واضح انه نسوانجي وبيقف قدام هياتو وبيقول له ان ذوقه حلو علشان بيحاول يكلم روكي. لكن روكي هي ملكة جمال المدرسة هنا وكل الولاد بتتحايل علشان تكلمها، يعني حرفيا ملوش فرصة انه يرتبط بها، خصوصا كمان ان روكي كانت موقفة مدرسة اعدادي كلها على رجل واحدة، وكل مواد يعترف لها بترفضه وعمرها ما عجبها اي شاب اساسا. والكلام ده بيخلي هياتو يتأكد ان مش دي روكي اساسا الدبش اللي كان يعرفها زمان، بس في نفس الوقت مش فاهم هو ليه اصلا روكي الجديدة دي مش طايقاه من اول يوم، شكلها كده عنصرية ضد الفلاحين وخلاص. وبنشوف هياتو في الفسحة وهو رايح يجيب سندوتش من الكانتين وبيدور على مكان فاضي يتغدى فيه في امان الله، فبيروح الحديقة وهناك بيلاقي بنت اسمها مينا زرع شوية زرع في حوش المدرسة وقاعدة حزينة، وهو بيقرر انه يستعرض عليها مهاراته في الفلاحة، وبيقول لها ان الزرع بتاعها بيموت ومحتاج حاجات كتير علشان يرجع تاني. وبيمدح كمان في محصول الطماطم بتاعها، واثناء ما هو قاعد بيهزر مع البنت في امان الله بتيجي روكي وبتظهر من وراه من العدم وبتقطع له الخلف وبتمسح بالبلاط لانه قاعد يكلم بنات في الفسحه. وروكي بتقول لمينا ان اكياس السماد اللي طلبتها وصلت روحي شوفيها، وبتقعد مع هياتو بعد ما بتديله درس في الاخلاق وبتساله انت قاعد بتعمل ايه مع مينا هنا الغلبانه، وهو بيوضح لها انه فهمها غلط وانها بس فكرته بحد شافه قبل كده وهو خروف العم غين. وروكي بتركب على السلام وبتموت من الضحك وبتقول له ايوه فاكر الخروف اللي جابه العم ده علشان ياكل البرسيم بس اكل كل المحصول بتاعه بالغلط. وهي وقتها بيموت من الضحك وبيستوعب فجأة ان هي دي روكي فعلا، ما هو محدش هيعرف الخروف بتاع العم غين غيرها اساسا. وبيدخل بقى هياتو في مرحلة الصدمة وبيبقى مش مستوعب ان القدر جمعه مع روكي في نفس المدينة وفي نفس المدرسة وفي نفس الفصل كمان جنبه. وفي عز ما هو سرحان كده روكي بتقوم عطيه ضربة على وشه لله في لله كده. وبعد ما بينتهي اليوم الشباب بيتجمعوا حوالين هياتو وبيقولوا له تعالى معانا لحفلة الكاريوكي علشان نرحب بيك بمناسبة انك جديد معانا.
وهياتو بيبقى ناوي يروح معاهم فعلا عادي، لولا ان فجأة روكي غارت فشخ وفضلت تزعق في الولاد وقالت لهم محدش هيروح في حتة علشان لازم اوري الاستاذ هياتو حرم المدرسة. وده بما انه طالب جديد هنا والشباب كلهم بيفضلوا يحسدوا لان روكي بنفسها هي اللي هتوري المدرسة يا معلم. لكنها في الحقيقة بتمسك ايده وبتفضل تطير بيه في الشوارع زي المجنونة كأنها مجرجرة كلب وراها، وفي الآخر بتوديه لحد بيتها وبتعزمه على جيمين بلاي ستيشن. وهو بيدخل البيت بسلام نية لكن بيلاقي ان روكي هتمسكه تعمل منه شاورما حرفيا. وده لما بتقوله هي مين دي اللي شبه القردة، وبتطفحه كل كلمة تريق عليه بيها في الفصل. وبعد ما بتهزمه كمان في البلاي ستيشن بتطرده، وهو بيرجع لاخته زي العبيط في الشارع علشان يروح البيت، وهي بتهزقه لانه لسه مش معاه تليفون لحد دلوقتي. ايه يا عم هياتو، هو انت كنت ساكن تحت الارض ولا ايه؟ وبيبلغ اخته ان ابوهم هيتاخر او احتمال ما يجيش اصلا النهارده لانه رايح يزور امهم في المستشفى، والواضح ان امهم مريضه جدا من زمان. واخته بتفضل تتحايل على انه يعمل لها برجر، واول ما بيروحوا البيت يعني همهم على بطنهم بتفضل تحكي لهياتو حاجات صادمه جدا، وهي ان عندهم في المدينه المتطوره دي مفيش ولا طاحونه رز بفلوس، والمحطات كلها ابعد حاجه على بعد 10 دقايق. وهي بيبقى فلاح اول مره يرى اضواء المدينه، بس اخته بتلاحظ حاجه غريبه في اخوها النهارده وبتساله هو ايه اللي حصل في المدرسه، لانه باين عليه مبسوط جدا وهو بيعرفها انه لقى روكي معاه في نفس المدرسه وفي نفس الفصل وكمان قاعده جنبه. وده حرفيا معجزه، واخته بتساله هو روكي عامله ايه دلوقتي، وهيته مش بيبقى عارف يقول لها ازاي ان روكي بقت ملكه جمال المدرسه دلوقتي. وفي اليوم التاني في المدرسة هياتو بيروح مزرعة الحاجة مينا يطمن على الزرع، وبيفضل يقول لها كلام عن الزراعة، لكن روكي بتبقى مفعلة مود كاميرا المراقبة، وكل شوية تقفشه معاها وتعمل من الحبة قوبة من كتر ما هي بتغير عليه في السر. وانت يا غلبان يا كحيان مش لاقي حد يعبرك اصلا، ولا حد بيغير عليك ولا عارفين انك عايش في الدنيا اساسا. وفي الفصل روكي بتروح تتلزق في هياتو وتقول له تعالى عايزاك في موضوع، وكل ده بيحصل في وسط الفصل والشباب كلهم بيغيروا من هياتو. وبيقول له ولا معاك يا عم، ده روكي بنفسها بقت تنادى عليك بالاسم، هو انت فتى احلامها ولا ايه؟ والدنيا بتولع، وعلشان روكي بتمشي الموضوع فبتقوله قدام الفصل انه هيجي يشيل شكاير اسمنت زي الكلب ويوصلها لحد نادي الزراعه. وساعتها الشباب بيسيبوه في حاله، واول ما بيعرفوا انه بيروح يشتغل زي الكلب مش هيقعد مع روكي ولا حاجه. لكن في الاخر روكي مش بتشغله وبتوريه المكان السري اللي بتقعد فيه في المدرسه تاكل غداها، وبتعرفه ان المكان ده مكان مخزن بس هي خدته لنفسها، وانها من ساعه ما جت المدرسه وهي حلم حياتها انها تتغدى مع باقي طلاب المدرسه، وبيبقى لها اصحاب كتير لكنها بتخاف منهم، وبتخاف تتغدى مع الناس، وده لانها هتخلي في خلاف كتير فبتضطر انها تقعد تاكل لوحدها زي الكلبة. وهياتو بيقول لها خلاص حققتلك حلمك من هنا ورايح كل يوم هناكل مع بعض هنا. وروكي بتفرح جدا بالكلام ده وانها اخيرا لقت حد يشاركها اكلها وكمان يبقى صديق طفولتها، والاتنين بيتعهدوا مع بعض انهم يفضلوا لابد مره تانية مع بعض، ووعدهم الاول اتحقق. وبعد كده هياتو وروكي بيرجعوا الفصل، وهناك العيال كلهم بيفضلوا يحكوا عن المسلسلات والافلام اللي نازله جديد ومكسره الدنيا، وبيكونوا مشغولين في التفاهات دي، بينما روكي الغلبانه ماسكه شغل المدرسه كله وشغاله تخلص واجبات بتوع اتحاد الطلبه، لحد ما بتيجي بنت توري روكي ممثله ظاهره جديد وتقول لها حضرت المسلسل بتاعها ولا لا، وروكي بتعرفها ان ما عندهاش وقت تحضر مسلسلات اساسا. فالبنات بتوع الفصل بيفضلوا يفتحوا موضوع ان واحد من كاست المسلسل ده بيوعد بنت من الفصل اللي جنبهم وخلاها تيجي تحضر تصوير حلقه، وبيروحوا يقولوا لروكي برضه، بس روكي بتكون ماسكه اعصابها عشان ما تجيبش الترابيزه وتكسرها على دماغهم من كتر ما هي متعصبه من الشغل المتراكم عليها. وعمنا هياتو بيلاحظ كميه التوتر اللي روكي فيها دلوقتي، وعلشان كده بيروح يعمل حركه ذكيه جدا علشان يبعد عنها الصداع ده، فبيقول لها قدام البنات ان في حد بره الفصل بينادى عليها بره ومستنيها وفي المخزن بسرعه علشان تنجز مهمه. وروكي بتلقطها وهي طايره وبتجري للمخزن مع اللانش بوكس بتاعها، وهياتو بيسبقها لهناك بعد فتره صغيره علشان محدش يشك فيه، وبيروح المخزن هو كمان وبيلاقي ان روكي شغاله تشكره انه انقذها لان دماغها كانت هتطق، وخصوصا من البنت اللي شغاله تحشر مناخيرها في كل حاجه دي، عامله بالظبط زي جارتكم اللي على اول الشارع اللي بتعرف انت جايب طلبات ايه لبيتك من جوه الكيس الاسود حرفيا. وهياتو بيفضل يضحك عليها ويسالها هي متضايقه ليه، ما هي دي حكاوي البنات في العادي يعني، بس روكي بتتعصب عليه هو كمان، وبتعرفه انها مش بتعرف تفتح مواضيع مع اي بنت من ايام اعدادي حتى، وان كل اهتماماتها حاليا بالدوري الاسباني ومصارعه الكيك بوكسينج. وفجأة روكي بتكتئب لأنها مش عارفة تتأقلم خالص في الجو ده، وتعبت من كتر التصنع، وهياتو بيحاول يطبطب عليها ويملس على شعرها علشان بس يجبر بخاطرها، وهي بدل ما تشكره لا دي بتزعق فيه وتقوله انت بوظت شعري اللي قعدت ساعات اسرح فيه قدام المراية. وبالرغم من كل التهزيء ده الا ان عمنا هياتو بيشوف ان روكي كيوت جدا وشكله كده هيقع في الحب، فبيحاول يقول لها اي حاجه ترضيها وبيضحك معاها،
وده لما بيعرفها انها ممثلة عظيمة ولازم تقدم على جوائز الاوسكار لانها عارفة تثبت دور الطالبة المثالية للدرجة دي. وروكي اصلا بتحس بالذنب وبتحس انها كده كذابة ومش مورية شخصيتها الحقيقية للناس. وهياتو مش بيبقى عنده اي اعتراض اصلا على اللي هي بتعمله وبينصحها انها تكمل فيه، يعني حرفيا صديق السوق. ومن بعد ما بيخلصوا كلام بيطلعوا اللانش بوكس وبيطلع ان جايب سندوتشات بانيه لانه من العيال الغنيه. وروكي اول ما بتشوف البانيه ده بتتجنن وبتطلب منه انه يديها سندوتش، وهو مش بيوافق غير بشرط انها تديله نص اللانش بوكس بتاعها. ده انت بخيل قوي يا عمنا، هتعمل ايه يعني بسندوتشين اللانشون اللي معاها دول؟ وروكي بيعجبها البانيه جدا لدرجه انها بتفتكره جاي من بره، بس هياتو بيعرفها ان هو اللي عامله في البيت لان الشيف الشربيني في نفسه كده. وفي اللحظه دي روكي بتدرك انها بعدت عن هياتو مده كبيره جدا حرفيا. وفي اثناء ما الاتنين قاعدين بيتغدوا في امان الله بيلاقوا ان في بنت وولد عدوا من قدام المخزن وكانوا هيكشفوا المكان السري بتاع روكي، لكنهم بيستخبوا على اخر لحظه وبيفضلوا يراقبوا البنت والولد دول من الشباك، وبيكتشفوا ان البنت رايحه تعترف للواد بحبها وبيوعدوا بعض في 5 ثواني. والموضوع بيبقى محرج جدا بالنسبه لهياتو وروكي وبيعملوا نفسهم هما الاتنين من بنها. ومن بعد ما اليوم الدراسي بيخلص روكي بتروح السوبر ماركت تجيب شوية طلبات للبيت، وهناك بتشوف هياتو بالصدفة في قسم الحلويات بتاع الأطفال. وهو بيحس انه عيل قوي قدامها وبيكون لسه يدوبك هيقول تبريرات عبيطة، لكن هي بتضحك وتقوله انها خلصت كل فلوسها على الحلويات دي، لدرجة انها بنت مجسم صغير من الجوائز دي وبتكون هتتجنن وتشتري رف الحلويات كله لولا ان هياتو بيمنعها. بعدها بيخلصوا تسوق وبيمشوا مع بعض في الشارع، وعمنا هياتو بيعمل نفسه جيركن مان على الاخر وبيشيل اكياس الطلبات عن روكي، بس بيتصدم من كتر ما الاكياس تقيله جدا لدرجه انه بيستغرب ازاي بنت قادره تشيل كل ده لوحدها، وبيشك انها بتاخد بروتين باودر كل يوم الصبح على كده. وبعدها الاتنين يا معلم بيوصلوا لعند بيت روكي وهياتو بيديها الاكياس بتاعتها وبيقول لها حطهم في الفريزر بسرعه قبل ما يبوظوا هنا، لكن روكي بتبقى عايزه هياتو يقعد معاها اكتر وبتبقى مكسوفه ومش عارفه تجيبها له ازاي، فبتساله عن رقم تليفون او حسابات ليه على السوشيال ميديا. وهياتو بيديها صدمه تجيب اجلها لما بيقول لها انا اسف، وهي بتفتكر انه رفض يديها اي معلومات عنه وانها كسفت نفسها على الفاضي، بس هياتو بيكمل كلامه وبيشرح لها ان حتى مش معاها تليفون. وهنا روكي بتنهار وبتبقى عايزه تولع في هياتو اصلا وبتطرده وبيرجع لبيته وبيروح يحضر العشاء، بينما اخته بتقرا نشره اخبار الطقس وبتعيط لانها هتمطر بكره وهي لسه راجعه من عند الكوافير وكويه شعرها وكده شعرها هيبوظ يا معلم. بينما الاستاذ هياتو بيبقى اصلا مبسوط من المطر لانه مش مضطر يسقي الزرع، واخته بتفتكر انهم اصلا مشيوا من الريف، يعني مفيش زراعه هنا يا عم الفلاح انت. وهياتو بيفضل مركز في حوار ان اخته اصلا ماسكه تليفون جديد ده وبيسالها اذا كانت فعلا اصلا التليفونات دي حاجه مهمه. وفجأة أخته التافهة بتقرر إنها تقول حكمة عظيمة، وهي إنها زي ما كل بيت محتاج تلاجة وكل أرض زراعية محتاجة جرار زراعي، كل إنسان محتاج تليفون، وده علشان يقضي بحاجته اليومية ويعرف يتواصل مع باقي البشر. وهاياتو بيقتنع بالكلام ده وبيفضل يفكر في روكي وإنه لو كان معاه تليفون كان زمانه فضل طول السنين اللي فاتت دي يكلمها عادي، وكمان علاقتهم كانت هتفضل متواصلة ومش هتتقطع طول السنين دي كلها. وفي اليوم اللي بعده في المدرسة الدنيا بتمطر زي ما أخت هياتو قالت بالظبط، ومينا بتكون قاعدة في حديقة المدرسة شغالة تعتني بالمحصول الزراعي، وهناك بقى عمنا الرومانسي هياتو بيغطيها بالشمسية بتاعته علشان ما تتبلش من المطر، وبيمدح المحصول لأنه أنتج بشكل ممتاز، وكمان بيساعد مينا في إنها تحصل المحصول ده. ومينا من الفرحة بتبقى عايزة تدي لهياتو نص المحصول وهو بيوافق، بعدها بتطلب منه طلب وبيكون انها عايزه من هياتو بريد الالكتروني علشان تتواصل معاه لان ما عندهاش اي حد يساعدها في حوار الزراعه ده الا هو، وان هو الانسان الوحيد اللي تقدر تطلب منه المساعده. وهياتو بيكرر نفس الموقف وبيقول لمينا انا اسف، ومينا بتشوف ان الدنيا سواد وانه رفض طلبها، لكنه بيشرح لها برضه انه جاي من الارياف وهناك ما عندهمش اصلا تليفون ارضي اساسا، وانه اصلا مش معاه تليفون محمول حتى، ومينا بتضحك عليه وعلى العبط بتاعه ده. وهاياتو بيرجع الفصل وهناك بيقابل صاحبه موري واللي بيغلس عليه وبيقول له شكلك لسه طالع من اعلان برفان طازه، وبيكون بكلامه ده بيتريق على هياتو اللي راجع مبلول من المطر. وهناك بقى روكي بتعمل فيه حركة ندالة محترمة وبتمثل بقى البنت الكيوت اللي خايفة على زميلها، وبتسأله قدام الفصل كله مالك وايه اللي جرالك، وبتقلب عليه حتى انها بتطلع فوطة من شنطتها وبتعمل نفسها بتنشف المية على هدومه، والفصل كله بيبص على هياتو بنظرة الحقد والغيرة لدرجة انه بيبقى مش قادر يقرأ عيونهم وكأنهم بيتمنوا انه يولع وهو قاعد. وبيبص على روكي علشان تسكت، وهي بتزيد الطين بلة لما بتطلب منه رقم تليفونه علشان تبقى تطمن عليه لما يروح البيت، وانه مش هيجيله برد ولا حاجه، وهو بيقول لها اسف مش معاه تليفون. وطبعا محدش اصلا من الفصل بيصدق حوار ان مش معاه تليفون ده، وبيفتكروا انه قاعد يتهرب من روكي ودي حاجه عمر ما حد يفكر يعملها، وخلاص بيبقوا مروحين فعلا يولعوا في هياتو المره دي مش هزار. وهياتو بيجري بسرعه اصلا علشان ينفد بجلده بعيد عنهم قبل ما ياكلوه، وبعد المدرسه بيروح لبيت روكي وبيمسح بيها البلاط، وده طبعا اثناء ما هم قاعدين بيلعبوا جيمين بلاي ستيشن. بعدها روكي بتسال عن كيس الخضار ده وهو بيفهمها ان مينا عطته نص المحصول بتاعها علشان ساعدها في الزراعه،
بسرعة. وروكي بتتفهم ده وبتسأله سؤال تاني وإذا كان فعلا مش معاه تليفون ولا بيستعبط، وهياتو بيحلف لها إنه مش معاه تليفون فعلا. وروكي بتفتكر إنه ممنوع عندهم في العيلة ولا حاجة، لكن هياتو بيوضح لها إن أخته معاها تليفون عادي بس هو اللي عبته فلاح ومش عارف يجيب تليفون، وكمان مش بيفهم فيهم قد كده. وروكي بتضحك أول ما بتعرف ده وبتقول له نبقى ننزل الأسبوع الجاي نشتري لك تليفون يا عم الفلاح. وفي البيت وأثناء ما هياتو وأخته بيتعشوا بتقرر أخته إنها فجأة عايزة تنزل تشتري آيس كريم دلوقتي، وهو بيقول لها ان عندنا ايس كريم في البيت، بس اخته بتزعق فيه وتقول له لا انا عايزه انزل اشتري ايس كريم مخصوص لانها عايزه تجرب الخروج بالليل في المدينه، وعايزه تروح السوبر ماركت اللي بيفضل فاتح 24 ساعه. وهياتو بيدرك ان معاها حق وبيخرج معاها، لكن في الطريق بيقابل روكي وبالصدفه بتكون رايحه هي كمان السوبر ماركت برضه. وروكي اول حاجه بتبص عليها البنت اللي معاها هياتو ازاي ماسكه في ايده ودمها بيتحرق جدا، وبتسال هياتو وقتها اذا كانت البنت دي تبقى حبيبته ولا ايه. وهاياتو بيحس انه قطع الخلف اول ما بيشوف نظرات الحقد والغل والغيرة اللي على وش روكي دي، وكأنها ناوية تقتله في اللحظة دي. واخته بتسأله اذا كان يعرف البنت دي اساسا، وروكي بترد عليها وتعرفها انها قاعدة جنبه في الفصل كمان، وبتفضل تلقح عليه وتقول له يعني انت جاي من الارياف ما بقالكش اسبوع وسبحان الله لحقت تشقط بنت اما انت راجل نسوانجب صحيح. وفي الثانيه دي هياتو بيبقى زهقان وبيمسك الاتنين وبيعرف روكي ان البنت اللي معاه دي تبقى اخته، وبيعرف اخته ان البنت اللي واقفه قدامها دلوقتي دي تبقى روكي، والاتنين بيتصدموا اول ما بيعرفوا كده وما بيتكلموش تاني. وفي اليوم اللي بعده في المدرسة روكي بتبقى حاضرة في الفصل وباين على وشها الهالات السوداء كأنها ما نامتش من عصر النهضة. وهياتو بيشوف كده وبيفضل يضحك عليها لأن هي اللي جابته لنفسها حرفيا بسبب إنها رضيت تدي رقمها امبارح لأخته، وهو عارف إن أخته رغاية ومش بتبطل كلام في أي هبل، وأكيد فضلت طول الليل تكلم روكي وروكي ما عرفتش تتهرب منها وبكده سهرت. واثناء ما روكي قاعده بتتوفى في الفصل من قله النوم وبتوصل لها رساله تاني وبتبتسم اول ما بتشوفها، وباقي الفصل بيشك فيها انها ارتبطت ولا حاجه، وبيروحوا يسالوها في وشها. وروكي بتغمز لهياتو علشان ينقذها، وهياتو بيقول لها بكل زهق هو انت اتعرفت على صديق جديد ولا ايه؟ وروكي بتفضل تقول له وبتكذب وبتعمل نفسها بقى عندها بيست فريند. وبعد ما بنخلص من العيال الملمومه حواليها دي بتشكر هياتو جدا وبتروح تقابله في استراحه الغدا في المخزن، وهنا بتقرر انها تديله هديه مخده اشتريتها من المحل ام 2 جنيه ونص، وهي اشتريتها ب5 ومحدش يسالني ازاي. وفجاه روكي بتحول الجو لجو مريب وبتفضل تعمل فيها مكسوفه وعايزه تطلب حاجه مهمه من هياتو، وهياتو اصلا بيفهم الموضوع غلط خالص وشويه ويبقى هينط من الشباك، لكن بيتضح ان روكي ما فطرتش الصبح ولا حتى جابت معاها غدا، وبتكون عايزه تاكل من اكله. وهياتو بيضطر زي الكلب يشاركها الفراخ البانيه بتاعته، وفي الاخر بيفتكر انها لما كانت معاه امبارح في السوبر ماركت ما كانتش بتشتري غير الاكل المجمد، وتلاقيها يعني مش بتاكل غير الاكل الوحش بس. بعدها بيسالها هو ايه اللي انت كنت بتتكلمي فيه مع اختي ده؟ كمان صحيت من النوم النهارده بالعافيه راحت المدرسه متاخر كمان. وروكي بتتوتر وبتضطر تقول له بكل صراحه ان اختك شاطره في المكياج والشعر وحاجات البنات دي، وهي فضلت طول الليل امبارح تاخد عنها كورس في الانوثه، وده بما انها طول حياتها عايشه عيشه الولاد الدبشه اللي في بقهم موس، وعزمت اخته انها تيجي النهارده عندهم البيت وبتعزمه معاها كمان. وفجأة روكي بتبقى عايزة تقول حاجة مهمة جدا لهياتو، لكن بترجع في كلامها وتقول له ما تاخدش في بالك وخلاص، وبتكمل أكل زي المفجوعة. وهياتو بيتكسف يسألها هي كانت عايزة ايه وبيمشي الموضوع وخلاص، وبيفضل يفتكر ماضيها ومع بعض زمان وأيام طفولتهم الجميلة، فبيلاقي نفسه قاعد يطبطب على راس روكي وخلاص. وروكي بتضحك وتقول له انت بقيت طيب قوي يا حاج هياتو، أطيب من الأستاذ بهاء سلطان كده، وده طبعا بعد ما كنت عيل مقرف وانت صغير أساسا. وهياتو بيضرب كف على كف وبيروح يشوف مشاويره، وبيتوفى من كتر الحر وبيخلص وبيروح عند بيت روكي، وبيسمع صوت صراخ اول ما بيرن الجرس، وبيلاقي ان روكي هربت من البيت بسرعه واخته بتجري وراها وبتقول لهياتو الحق امسك بسرعه قبل ما تطير. وهياتو بالفعل بيوقفها، وروكي بتمسح بالبلاط وبتقول له يا خان يا حقير يا هياتو، مش بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل. المهم انه يوقف روكي وخلاص، واخته بتحكم عليه انه يدخلها البيت بالغصب، وبيطلع ان اخت هياتو بتعذب روكي وبتعلمها ازاي تبقى بنت كيوت كويسه، وبتطلع كل هدومها من الدولاب وبتفضل تتريق عليها، وان ده لبس عرسان الجنه ومش لبس بناتي، بينما هياتو اصلا بيستغرب لانه شايف اللبس ده على روكي قبل كده، وان ده اكيد نفس اللبس اللي بتلبسه من وهي في ابتدائي، وان اللبس اللي شافها بيه وهي رايحه السوبر ماركت ده اكيد شحتاه ولا حاجه. واخت هياتو مؤسسه جبر الخواطر بتقول لروكي انت لبسك معفن ومغرور وعندك شعبيه على الفاضي، بس احنا بنحبك زي ما انتي. وبعد ما روكي بيغمى عليها من كتر فقدان الامل بتيجي اخت هياتو تفهم هياتو ان روكي ما ينفعش تروح معاه ينقي تليفون، لانها محتاجاها يوم السبت في خروجه مهمه علشان تروح تنقي لها شويه لبس حلوين كده بدل لبس الشحاتين ده. وبعد ما الاخت بتفهم روكي كل حاجه خلاص وبتتفق على المكان والزمان، وبتقول لها انا ريقي نشف خلاص من كتر الزعيق، وروكي بتقول لها انا هروح اعمل لك خربوش شاي يعدل مزاجك. ولما روكي بتمشي الاخت بتهزق هياتو وتقول له عيب روح ساعدها برضه يمكن تشيل الشاي ولا حاجه. ولما هياتو بيروح فعلا يشوف روكي بيتصدم من منظر الصاله والمطبخ بتوع بيتها، وانهم عباره عن مكتب زباله حرفيا، وما عندهمش اطباق ولا كوبايات حتى، والوضع مقرف. وهياتو بيتشل من المنظر وبيمسك روكي من ايديها ويقول لها انت هتيجي معايا حالا.
وبينادي كمان على اخته وبيتجهوا للسوبر ماركت. بعدها بيروحوا البيت هياتو، وهناك هياتو بيبقى بيحاول يطبخ عشا كويس علشان بتاع بني ادمين، وده بدل الاكل المجمد المعفن، وبتساعد اخته. ولما بيطلبوا مساعدة روكي في حاجة بتلاقي حال هياتو وتقول له هو في حد في الدنيا يخلي ضيوفه يشتغلوا؟ وهياتو عامل زي ما تكون معزوم عند قرايبك وامك تقول لك قوم اغسل المواعين معاهم. ومن بعد ما بيخلصوا طبخ الكل بيقعد ياكل، واما روكي بتقعد وبتحس بجو الاسره وتدوق الاكل النضيف بتلاقي نفسها بتعيط من غير سبب، وده لانها محرومه من كل ده. وهياتو بيقول لها انه كل يوم بيقعد ياكل لوحده هو واخته، علشان كده هو قرر ان روكي تيجي تتعشى معاهم كل يوم، لانه كده كده مش خسران حاجه. وان روكي بتفضل تعيط من كتر الفرحه وبتشبك ايدها في ايد هياتو، بينما اخته بتبقى قاعده طرف تالت زي العبيطه. وبيجي يوم السبت وروكي واخت هياتو بيطلعوا علشان يشتروا اللبس. حرفيا اخت هياتو بتبقى فلاح يرى اضواء المدينه لاول مره، لانها بتتوه وسط ناطحات السحاب دي كلها، بس بتفضل سرحانه في روكي وانها اتغيرت جدا لدرجه انها كانت مقتنعه زمان انها ولد اساسا مش بنت. وفي نفس الوقت ده بالظبط بيكون هياتو راح المستشفى يزور امه العيانه، وبيلاقيها قاعده بتقشر تفاح هناك، وبتبقى مقشره حوالي 2 كيلو تفاح، وهو بيسال امه عن اخبارها واحوالها، وامه بتطمنه انها عمليتها نجحت وانها شويه وهينقلوها مركز اعاده تاهيل، ومحدش عارف الحاجه عندها ايه، ربنا يشفيها بقى وخلاص. وهياتو بيخلص زيارته وبيقوم يروح بيته وهو سرحان في اخته لما اول مره شافت امهم وانهارت على الارض وفضلت تعيط وجالها صدمه نفسيه ساعتها. لكنه بيلاقي مينا جايه المستشفى مع زعرورتين في ايدها، وبيقعد يمدحها ان الزعرورتين دول شكلهم حلو وعاملين زي الورده. الا وفجاه بيجي راجل عجوز شكله هربان من عنبر المجانين كده، وبيرمي ازازه ميه على راس هياتو ويزعق فيه، وبيقول له عندك لجيبك من فخدك وابعد عن حفيدتي بدل ما بعتك لربنا دلوقتي. وبيقول له ما شاء الله الحاج العجوز في صحه فيل، امال داخل المستشفى تعملي ايه؟ وفي الاخر بعد ما الامور بتهدى مينا بتعرف جدها على هياتو، وان هو ده الواد اللي بيساعدها في حديقه المدرسه، والجد بيعتذر لكنه بيفضل يساله عن اصله وفصله وعايز ايه من مينا، وانه مش هيقبل اقل من 1,000,000 جنيه مهر. ومينا بتحس باحراج شديد وبتمسك هياتو من ايده وبتهرب بيه، بينما الجد بيبقى هيعيط ويموت ويقلد الكتكوت من الصدمه. وهياتو بيعتذر لمينا اذا كان سبب ليها مشكله مع جدها، لكن مينا بتقول له فكك منه ده راجل عبيط وبيخرف، وبتودعه علشان تمشي، لكن بيبقى عايز يحكي معاها. فبينادى عليها وبيجيب سيره الحديقه بتاعه المدرسه وبيفضل يرغي معاها شويه حلوين. بعدها بيروح بيته علشان يلحق يحضر العشاء، هو ست البيت الشاطره يا عم. وبتكون اخته رجعت من التسوق، لكنها بتعرفه ان روكي مش هتيجي معاهم لان روكي ماتت من التعب من كتر اللف في المحلات اصلا. وهياتو بيتصدم ان روكي اصلا بتتعب، وبيعرف ان اخته اكيد طلعت ميتينها. واخته بتقعد في اوضتها بعد ما عبت الكرش بنجاح، وبتفتكر الخروجه مع روكي النهارده وانها اشترت لها كل انواع اللبس اللي ممكن تلفت بيه نظر هياتو. وبتعرف ان روكي بتحب هياتو في السر، وبتروح تكلم واحده صاحبتها من الارياف اسمها ساكي، وبتعرفها انهم ليه روكي هنا في المدينه، وكمان موجوده مع هياتو في نفس الفصل، وبتبعت صورتها لساكي. واول ما بتشوف الصوره بتاعه روكي بتصدم وبتبقى تتشل لانها عارفه ان روكي من سنين كانت عيله دبش وسرسجيه، فازاي دلوقتي بقت بنت جميله. وبتحس بالغيره جدا لانها شكلها كده كانت عايزه هياتو يبقى العريس المستقبلي، بس فرصتها كده هتضيع بسبب روكي. وساعتها بتفضل تصرخ زي المجنونه في وسط الارض الزراعيه. وبيعدي كام يوم وبنشوف عمنا هياتو وهو رايح المحطه، وبيبقى تايه فيها زي العبط ومش فاهم ولا مستوعب ايه اللي هو فيه ده، وايه الشاشات العملاقه دي، وايه النسوان المزز اللي قاعده في الاعلانات دي. واثناء ما هو سرحان في ملكوت الله كده بيلاقي روكي ظهرت من العدم، وبتسحبه من ايده وبتجري بيه في المحطه زي المجنونه. وبيبقى في شله شباب في المدرسه شغالين يراقبوها ومحروقين من فكره انها خارجه مع ولد تاني لانهم بيكرشوا عليها، وكمان مش عايزين يشوفوها مع حد غريب اطلاقا. وروكي بعد ما بتلف بيهاتو المحطة كلها بتفضل تلومه انها اتأخرت عليه، وهو بيعرفها انه كان تايه اصلا، بس بيمدح في شكلها خصوصا انها طلعت مزة النهاردة ومالية وشها 2 كيلو مكياج، والاوتفيت بتاعها كمان طرش. وروكي وشها بيقلب الوان من الكسوف وبتعمل نفسها من بينها علشان مش عارفة ترد على المعاكسات دي ازاي. وبتقول له هياتو والله يا عم راجل الكهف انت علشان نشتري لك تليفون جديد. وبالفعل بيروحوا يشتروا تليفون جديد، وهياتو بيبقى مصمم انه يجيب نفس العده التاتش بتاعه روكي بالظبط علشان يبقوا شبه بعض. وروكي بتتكسف من كده وبتعتبرها مغازله حبايب، وهو بيبرر انه عشان لو تليفونه باظ او معرفش يظبط فيه حاجه ساعتها روكي هتعرف تقول له بكل سهوله. وبيتمشوا هما الاتنين في الشارع، لكن هياتو بيلاحظ المره دي ان روكي مش بتمشي بسرعه زي كل مره، وبيعتذر لها انه سبقها في المشي علشان اكيد هي لسه مش متعوده على المشي بكعب عالي زي باقي البنات. وروكي مش بتبقى دي مشكلتها، دي مشكلتها انها لابسه جيبه قصيره وخايفه ان لا مؤاخذه الهوا يجي يطير الجيبه ويبقى منظرها عرق قدام الناس. وروكي بتفضل تلوم اخت هياتو على اختياراتها في اللبس. بعدها بتسال هياتو اذا كان عايز يروح مكان تاني غير محل التليفونات، اهو اي حاجه يقضوا فيها وقت كتير وخلاص. وهو بيرد عليها بانه عايز يروح محل الجنيه وربع اللي كانوا فيه حاجات بتتباع بجنيه وربع ده. وروكي بتشوف ان دي الفرصه المناسبه لانه يستخدم تليفونه ويجيب موقع المحل ده من على النت، وفعلا بيعمل كده وبيوصل للمحل.
وبيلاقيه عبارة عن مول كبير أصلا وبينبهر وبيخش يشتري كل حاجة حتى إنه ناقص ياخد الكاشير معاه وهو مروح، لكن في الآخر بيرجع كل حاجة مكانها ومش بيشتري حاجة ومش عارف يجيب إيه ولا إيه، وروكي بتفضل تتريق عليه وبتفتكر إنهم وهم أطفال كان هياتو عنده نفس العادة الغبية والتردد، وكان بيقف ساعات يختار ويحتار يجيب أنهي شيبسي بأنهي طعم وفي الآخر مش بيشتري حاجة. وأثناء ما روكي بتتنمر عليه صوت عصافير معدتها بتفضحها وبتجيب آخر الشارع وهياتو بيقول لها يا ست أنا عازمك على الغدا النهاردة، وهي بتعرفه المكان المناسب اللي هتروحه وبتروح لكاريوكي معاه وبيقدموا اكل وشرب هناك، وبتبقى قاعده كانها قاعده في بيت ابوها وبتعمل نفسها بتغري هياتو، لكن هياتو بيقول لها يا بنت انا بعاملك زي اختي، وروكي بتتعصب اصلا من الكلمه دي وبتقول له اعمل حسابك اصلا ان الولاد كلهم هتموت عليا وانت عامل زي الحمار مش مقدر النعمه اللي انت فيها اساسا. وفجاه بتدخل الجرسونه وبيبقى معاها تورته 5 ادوار، وروكي بتفصل بتاخد التورته لنفسها وبتنزل بوشها فيها وكانها اول مره تشوف اكل في حياتها. وبعد ما بيتم تعبئة الكرش بنجاح الاتنين بيخرجوا من هناك، ودي بتبقى أول مرة لهياتو يروح فيها كاريوكي وما يغنيش لا ده بياكل بس، وبيفضل يضحك ويهزر مع روكي لكنه بيشوف ناس كتير متجمعة حوالين حاجة وبيفتكر إن في حريقة أو مصيبة. ولما بيجري ويروح يشوف إيه اللي بيحصل بيلاقي إن في مسلسل بيتصور والممثلة المزة اللي مالية إعلانات اليابان كلها واقفة وهياتو بيعجب بيها جدا وبيقول عليها مزة وصاروخ، وأما بيبص على روكي بيلاقيها بص على الأرض وزعلانة وفجأة بتجري من جنبه وهو بيجري علشان يلحقها وبيوقفها بس مش بيسألها مالك ولا حاجة، وبيسألها إذا كانوا لو ركبوا القطر هيوصلوا بيتهم ولا لأ، وروكي مش بتبقى عارفة الإجابة أصلا، فهو بياخد إيدها وبيتمشى علشان يجبر بخاطرها وخلاص، وروكي بتتأثر جدا وبتقول عليه إنه حنين وبتفتكر أول مرة قابلته فيها لما كان تايه وواحد في القرية وقعد زي الكلب وهو جه وقال لها ليه قاعدة كده وخلاها تيجي تلعب معاه ساعتها وصاحبها وقتها كمان. وعلشان كده روكي بتقرر انها تعترف لهياتو انها عايشة في البيت اللي هي فيه ده لوحدها، وفي الحقيقة واثناء ما هي بتقول الجملة دي لهياتو بتعدي أسرة مكونة من أب وأم وبنتهم وشغالين يهزروا وشكلهم سعداء جدا، وده بيخلي روكي عايزة تعيط وبتحبس دموعها وبتقول لهياتو انها صابرة ومتحملة العيشة دي بالعافية وبتحاول انها تتأقلم وخلاص. وبعد كل الدراما اللي حصلت دي روكي بتضحك وبتقول لهياتو فكك من اللي حصل من شوية ده، وبتكمل تمشية معاه لحد ما بيخلصوا وبيوصلوا لحد بيته. وهناك روكي بتبقى مترددة انها تدخل اصلا لانها لسه بدري على ميعاد العشاء وخايفة تزعج اخته في مذاكرتها، لكن هياتو بيقنعها انها ممكن تيجي تساعد اخته في واجباتها على ما يحضر هو الاكل، وروكي بتوافق لكنها في الحقيقة اصلا بتروح البيت وبتقلبها رياضة وديت ومش بتفتح كتاب، حتى ان هياتو بيتريق عليها ويقول لها ما تنسيش تاخد استراحة من الاستراحة بتاعتك دي، وروكي مش بتبص عليه حتى، لكن اخته بتفضل واقفة جنبه وتقول له ايه رأيك في روكي وفي لبسها وعاملة نفسها نونا المأذونة اللي عايزة توقع راسين في الحلال. وبعد المرقعة دي كلها والاكل بتبدا روكي فعليا انها تذاكر لاخت هياتو لحد ما الوقت بيتاخر ولازم خلاص روكي تروح بيتها، والاخت بتقول لهياتو انه يروح يوصل روكي لبيتها علشان ما ينفعش بنت تروح لوحدها في نصاص الليالي كده، لكن بيطلع ان حظها فقري والدنيا بتمطر وروكي بتشحت من هياتو الشمسيه لكن على باب العماره، وبتشوف ان الموضوع سخيف ولسه هيتمشوا مع بعض بالشمسيه تحت المطر وشغل التلزيق ده، فبتديله الشمسيه وبتجري تحت المطر وهي بتقول له سلام يا عم انا ماليش في شغل الافلام ده، وهياتو بيجري وراها وبيمسكها بسرعه وبيقول لها تعالي باتي في البيت النهارده، ما ينفعش ابعتك لبيتك وحدك كده لان شايف في عينك لمعه حزن، وبيبقى خايف على روكي وده لحسن تأذي نفسها ولا تنتحر ولا حاجة. وروكي بتوافق وبترجع للبيت بتاع هياتو وبتبات مع أخته وبتبقى عايزة تشحت منه لبس، لكن كل لبس أخته بيبقى يا دوبك لبس صغير، فبتقوم رميالها تيشيرت معفن من بتوع هياتو، وهياتو بيفضل يزعق أول ما بيشوف روكي لابسة لبسه، وروكي بتفضل تضحك عليه وتعايره، لكن فجأة عمنا هياتو بيقلبها جد وبيفضل يشكر روكي على جهدها في حياته وبيفهمها إن لما مشيت زمان وهم صغيرين فضل وحيد زي الكلب ومش لاقي أي أصحاب، وقضى السنين اللي فاتت دي كلها في عزلة واحدة، ولما لقى دلوقتي حياته بقت أحسن بكتير، وعلشان كده هو هيفضل دايما واقف جنبها مهما حصل، وخصوصا إنه خلاص بقى شاب حصري ومعاه تليفون، يعني في أي وقت تحتاج فيه مساعدة هتديله رنة وهو هيبقى واقف قدامها فورا. والكلام ده بيخلي روكي تتأثر جدا لدرجة إنها بتبتدي تعيط بشكل هيستيري وبتصعب على هياتو جدا، وروكي بتروح تعيط وتسند على ظهر هياتو لحد ما بتنعس من كتر العياط وعينها بتورم، وفجأة بتفضل تحلم وتهلوس وتندى على أمها، وهياتو مش بيبقى فاهم إيه قصتها وإيه اللي حصل طول السنين اللي فاتت دي، لكنه هيفضل منتظر إنها تحكي له اللي حصل مهما طال الوقت. وتاني يوم الصبح روكي بتقوم وبتبقى فاقدة الذاكرة ولا عارفة مين قاعد فين، وبتقوم تمشي في الصالة لحد ما بتشوف عمنا هياتو وهو نايم زي القتيل، وبتفتكر كل حاجة حصلت وإنها عيطت امبارح زي العبيطة قدامه، فبتتكسف جدا وبتحس إن منظرها معفن دلوقتي، وبتبقى عايزة تعمل أي حاجة في هياتو تضايقه، وده علشان تتخلص من الإحراج اللي هي فيه مش أكتر. فبتروح المدرسة وعلى ما هياتو بيوصل بيلاقي إن كل البنات ملمومين حوالين روكي وبتوريهم صور قديمة، بينما بيجي واد من الفصل بيعرف ياماتو إن روكي معاه صديق طفولة وإنها خرجت معاه امبارح، ويا بخته ده بيشوف روكي بره البيت ومعتبر إنه قدوة في الحياة، وهياتو بيعمل نفسه عبيط علشان ما يعرفهمش إن هو صديق طفولتها الحقيقي.
وبيدخل الفصل وبيقول لها صباح الخير يا استاذه روكي، شايف ان الناس كلها ممتنه بيك النهارده. وروكي بتقول له ايوه كنت بوريهم صور صديق طفولتي. وبتقوم مطلعه من تليفونها صور ليها وهي جنب هياتو وهو نايم وشكله عامل زي الزومبي اللي واخد طلقه في نافوخه. وهياتو بيولع من الغضب على الحركه دي، حتى ما بيروح البيت بيبقى شغال يخبط في الحلل والطاسات. وروكي بتخاف منه وبتعتذر لانها اتمرت معاه، بس هياتو السيمبي بيبص عليها وبيقول لها الحمد لله على السلامه يا هانم. وبنشوف هياتو وروكي ايام ما كانوا صغيرين وهما بيجروا ورا خروف العم غين وبيحاولوا يمسكوه لانه هربان، لكن بتظهر اخت هياتو الصغيره والخروف بيكون خلاص رايح ينطحها والكل بيستسلم للامر الواقع، لحد ما روكي بتنقذ اخت هياتو وبتمسك الخروف والاخت بتجري تنادي على عم غين. بينما هياتو بيبقى مبسوط ان اخته ما اتصابتش، مش عشان هو خايف عليها ولا حاجه، لا ده عشان هو عيل ندل واناني وخايف لحسن اخته تتصاب وامه تعاقبه هو، وساعتها مش هتخليه ينزل يلعب في الشارع من تاني. وفي النهاية كل ده بيطلع ذكريات من الماضي هياتو كان بيحلم بيها، وبيقوم من النوم يروح المدرسة وبيقعد عند مينا في النادي الزراعي علشان يسمد التربة ويخليها تشرب من ترعة المعرفة بتاعته ويتحنيك عليها، وبيقعد يقول لها اصل النبات ده عامل زي الانسان وبيعمل نفسه حكيم صيني، لحد ما بتيجي روكي برضه وكأنها مركبة جهاز استشعار. وكل ما هياتو بيقرب من مينا بتعرف فورا، ولما بتظهر روكي قدام مينا بتمشي، وهياتو بيتعب من كتر التبريرات فبيعتذر من روكي وخلاص. وروكي اصلا بتسيبه وبتمشي وهو بيبقى متغاظ من كتر الهبل اللي بيحصل من الصبح ده، وبيطلع على الفصل واثناء ما الحصه شغاله بيقعد يبص على روكي على امل انها تسامحه، بس روكي بتفضل باصه ليه باحتكار لحد ما الحصه بتخلص. والمستر بيقول للعيال بيذاكروا من المذكره اللي هعطتها لكم، وطبعا المستر بيكون عطى العيال مذكرات من دي قبل ما هياتو يجي الفصل اساسا، فبيستغل الفرصه دي وبيطلب من روكي انه ياخد منها المذكره بتاعتها، وروكي بتديها له وبتفضل تلقح عليه وبتقول له ابقى عاكس المذكره زي ما انت بتعاكس بنات الناس كده. وشباب الفصل المنحرفين كلهم بيقوموا وبتجيلهم حاله جنون البقره، وبيفضلوا يسالوا روكي هو ايه اللي حصل وهياتو عاكس مين، فبتقوم روكي فاتحاه قدام المدرسه كلها وبتطلع عنه سمعه مش ولا بد، لدرجه ان كل بنات الفصل بيقرفوا منه، وبكده بتكون روكي ضمنت خطه ذكيه بان مفيش ولا بنت تفكر تكراش على هياتو. اهو هو ده كده النسوان ولا بلاش يا صديقي. وبعد كل ده روكي الوقحه بتروح بيت هياتو وبتتغدى عنده عادي، لا وكمان بتفضحه قدام اخته وبتعمل منه محتوى تريقه كمان. وهياتو بيستحمل الكلام زي البوب عادي وبيغسل المواعين بعد الاكل لانه الشاب الصلاح، بينما اخت روكي بيروحوا يلعبوا جيمين بلاي ستيشن. واخت هياتو بتقول لروكي هو ازاي اصلا هياتو بيفكر يبص على حد تاني وهو قدامه مزه زيك كده، وروكي بتضحك وبتوافقها الراي، بس بعد ما بتستوعب ده بتتكسف جدا وبتاخد بعضها وبتجري على بيتها من غير حتى ما تقول انها ماشيه، وبتفضل تحاول تنكر مشاعرها بالحب اتجاه هياتو وانها واقعه في غرامه لحسن يحب بنت تانية غيرها. واثناء ما روكي سرحانه في افكارها بيجي لها اتصال من اخت هياتو وهي بتصرخ وتبكي وتصوت كأن في حد مات، بس في الاخر بيطلع انها راحت وزنت نفسها ولقيت انها زادت 4 كيلو كاملين بقت عجله يعني، وبتحكم على روكي انها تروح توزن نفسها هي كمان، وروكي بتبقى خايفه اصلا بس من كتر التهديدات بتروح توزن نفسها بالفعل، وبتلاقي نفسها زادت هي كيلو وبترقع بالصوت من الخضه، واخت هياتو بتفرح اما بتلاقي انها مش لوحدها اللي بقت عجله. ومن هنا ورايح هما الاتنين هيبقوا نظام حياتهم عباره عن رياضه ودايت ودايت ورياضه. وتاني يوم عمنا هياتو بيروح النادي الزراعي وشكله مش ناوي يجيبها البر ابدا وبيقعد مع مينا، لا ده كمان بيفتن على اخته وعلى روكي انهم تخنوا وبقوا عايزين يعملوا دايت، وبيسالها اذا كانت عملت دايت قبل كده هي كمان علشان عاوز منها شويه وصفات صحيه يبقى يطبخها لاخته وروكي. واثناء ما هما الاتنين بيحكوا مع بعض بيجي شاب وبنته قدامهم، وهنا هياتو ومينا بيستهبلوا وبيتفرجوا على اللي بيحصل، وبيطلع ان البنت بتعترف لولد بالحب والولد ده اسمه كازو وبيبقى قائد فريق كرة القدم. وهنا اول ما بتشوف ده بتعرف على طول انه هيرفض اعتراف البنت دي، وده اللي بيحصل فعلا. واما هياتو بيسالها عرفت منين بتقوله ان الشاب ده كل البنات بتموت نفسها عليه وهو بيرفضهم كلهم علشان هو مش بيحب غير واحده بس، والواحده دي بيطلع انها روكي اساسا. وطبعا هياتو قلبه بيقع في كعب رجله اول ما بيسمع الكلام ده، وبيروح الفصل بتاعه بسرعه، وهناك بيلاقي شويه بنات ملمومين حوالين روكي، ومش بيلاقي غير واد واحد بس واقف عند الباب وبيساله هو ايه اللي بيحصل ده، والواد ده بيعرفه ان البنات بيتكلموا عن الدايت والخسسان والكلام ده، والواد فجاه بيقرر انه يقلب حكيم البنات، وبيعرف هياتو ان البنات وقت الدايت بيبقوا مجانين وعاملين زي الوحوش الكاسره، وعلشان كده هما محتاجين حد يطبطب عليهم وكلام من ده. وهياتو بيفضل يتريق على الواد ده وانه متخلف، وبيروح يتغدى في الخزنه مع روكي كالعاده في المدرسه، بس طبعا روكي بتبقى جايبه نص تفاحه وعصير خضار علشان الدايت، وهياتو جايب اكل 5 نجوم يكفي مجموعه افريقيا كلها، وبيعزم على روكي، وروكي بتتجنن عليه وبتتصب جنون البقر هي كمان، بس فجأة بتتحول لبنت مؤدبة وبتعتذر لهياتو إذا كانت زودتها معاه في الهزار امبارح، وده طبعا على حوار مينا وهياتو خلاص بيبتدوا يقتنعوا بكلام الواد بتاع إن البنات بيتجننوا لما بيعملوا دايت ده، فبيروح يسمع كلامه وبيطبطب على راس روكي، وروكي بتفضل تزعق فيه وتقول له يا خاين يا غشاش خدعت كام بنت قبل وبتتهوس عليه،
لحد ما بتعتذر ليه مرة تانية انها افورت، وبتعرفه انها اول مرة حد يعاملها باحترام كده. وهاياتو بيستغرب من ده وبيسألها ليه هو انت مش موقفة شباب المدرسة كلها على رجل واحدة. وروكي بتشرح له وقتها انها بتحاول تبان قوية ومسترجلة علشان الولاد تبعد عنها اساسا. وفي البيت هاياتو بيبقى محتار ومش عارف يعمل ايه وصفات للدايت، فبيطلب من اخته انها تديله رقم ساكي، ودي صاحبتهم من الارياف، علشان يسألها عن وصفات دايت صحية. واخته بتعرفه ان ساكي مش بتطيقه اساسا، وممكن ما تردش عليه اصلا، وما تعرفش ان ساكي اصلا هتموت على هاياتو وعايزاه عريس ليها، وما بتصدق ان هاياتو يكلمها وبتعمل نفسها تقيلة عليه. وبتكلمه بكل برود في الدنيا. لما بيسألها عن اي وصفات دايت تعرفها بتقوله تبحث على وصفات بنفسك على جوجل، هو انت عبيط ولا ايه؟ وهاياتو بيدرك انها مش طايقاه فعلا وبياخد قيلولة، لكنها سرعان ما بتندم وبتبعت وصفات صحية زي الكلب ليه علشان تكمل المحادثة معاه. وفي نص الكلام بتبعت له صورتها وهي لابسه اللبس الياباني التقليدي، وبتساله عن رايه وخلاص، وهياتو بيكون نام وما شافش الرساله غير تاني يوم. البنت دي شكلها خبيثه ومش سالكه وهتودي الدنيا في داهيه. اما في المدرسه بقى فهياتو بيروح الفصل وبيجي نفس الواد اللي كان بيدي نصايح عن البنات امبارح، وبيقول له ان الايام دي روكي متغيره جدا، وطلع عنها اشاعات وانها خلاص بقى عندها حبيب ويتوعد. وفي نفس اللحظه دي بيدخل كازو الشاب المشهور وبيطلب من روكي انها تيجي تكلمه. وهاياتو وقتها بياخد الصدمه وبيشك ان روكي ارتبطت بيه فعلا. فيا ترى بقى يا صديقي الفلكساوي، هل تعتقد انها فعلا ارتبطت بيه من غير ما تقول لهاياتو، ولا ده بس مجرد اشاعات وكلام علشان يطلع عليها سمعة مش اكتر؟ لو انت مهتم تعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة برضو اللايك بتاعك الجميل، وما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو حد فيهم ما يعرفش القناة. وما طولش عليكم اكتر من كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.